بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا الإخوان، مرحبا بالجميع، مرحبا بالجميع في قناتكم قناة تبنيت. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى غادي نتكلموا على البريك، يعني والإيجابيات والسلبيات ديالو. الطوبية كيف كتسمى في بعض المناطق بالطوبية. في القناة ديالكم قناة تبنيت، المقاولة ديالنا اللي كتنشط في مجال البناء، أي حاجة متعلقة بمجال البناء، سواء في بناء المنازل، بناء الفلال، الإصلاحات، الترميم إلى آخره. فأي واحد عنده شي استفسار أو شي دار بغا يبني أو أي حاجة يتواصل معنا في رقم داير الشاشة في مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بالجميع، ما كاين حتى شي إشكال. فبالنسبة للموضوع ديال الطوبية أو البريك، حنا مثلا في المناطق ديال الداخل كنسموه البريك، في المناطق ديال فاس، مكناس إلى آخره، في هذوك النواحي كيتسمى الطوبية. كيتخدم، يعني هو كيتعتبر يعني خيار اقتصادي مقارنة بالناس اللي غادي تبني بالياجور، سواء لا من اليد العاملة أو من ناحية يعني المواد، لأنه علاش الحجم ديالو كبير. مثلا الطوبية، يعني الطوبية ديال الخباطة أو ديال اللي كتخدم يدويا عادية، ف يعني لي ديمونسيون ديالها 40 سنتيم على 20 في العلو، سواء بريك ديال 15 او ديال العشرة او ديال العشرين. لا، العشرين غالبا كيكون بريك، كيكون ديال الشركة ديال خمسين يعني في الطول ديالو، على العشرين ديال في العرض، على 20 في الطول. هذا هو العبار ديالو مقارنة بالياجور. ياجور مثلا ديال 7 سنتيم في ليبيسور، 7 سنتيم في العرض، كتلقى فيه 25 في الطول، على 20 تقريبا في العلو. هذا هو هنا الفرق، يعني وهذا كيعطيك يعني سرعة في التنفيذ، ويعني وكتقتصد شوية في المواد، سواء من ناحية المورتير، يعني من ناحية السيما إلى آخره. وكتعتبر كذلك ناقص، يعني مثلا بريكة فيها 50، يعني على البريك ديال 15، راه بحال داير دوبل كلوازون كتكون دايرها. يعني وكاين اللي كيدير دوبل كلوازون، يعني مثلا 20 سنتيم كيبنيها. مثلا هادو بالنسبه للحيوط مثلا ديال الداخل او الفصاله غالبا الانسان كيدير بريك ديال 15 مثلا، اللي غيفصل مثلا البيوت الى اخره. اما بالنسبه للصندوق اللي يكون الصندوق مثلا الخارجي، راه كيديروا على هذا البيت. اما بالنسبه للفرصاده اللي كتلقى مثلا بروميير ايطاج، دوزيام ايطاج، فهذه كتخدم بالياجور، يعني في غالب المناطق، الا في بعض المناطق يعني ديال الصحراء، ومثلا في دوك المناطق ديال ورزازات والنواحي تما يزاكورا الى اخره، فتيخدموا الفرصاده كامل بالبريك، يعني كيخدموا كلشي بالبريك، يعني كل منطقه والعرف السائد تما اللي كيكون فيها. بالنسبه يعني البريك، لابد الانسان غادي يختار، بغى شي حاجه، بغى الجوده راه غادي يختار الجوده، بغى الثمن مناسب راه غادي يختار الثمن مناسب. ما كاينش ما عندوش اشكال. فبالنسبه بالنسبه للاثمنه، فالاثمنه يعني كتراوح يعني ما بين، يعني مثلا البريك ديال 20 على 50 على 20 في العلو، فتقريبا الثمن ديالو 6 دراهم تقريبا كمعدل. ال 15 5 دراهم، العشرة تقريبا 3 دراهم، اونص تقريبا. فهاد الحدود هادو. تعتبر يعني افضل، يعني بالنسبه له هو في القوه اقوى. ولكن العيب اللي فيه هو يعني بالنسبه للرطوبه، يعني كيشرب الرطوبه كذلك بحال الياجور. حتى الياجور راه كيشرب، الا كانت الرطوبه كيشرب الرطوبه، ولكن بنسبه اقل شي شويه، غير اقل شي شويه. اما بجوجهم كيشربوا الرطوبه، بجوجهم كتبان فيهم، الا كانت البروده كتبان فيهم بجوجهم نفس الوضعيه. يعني كل واحد الرغبه ديالو باش يخدم. يعني كاين اللي كيخدم بالبريك، يعني الطوبيه، وكاين اللي كيخدم بالياجور. هذا يعني حاجه عاديه، ما كاينش اشكال في هذا الموضوع. يعني كل واحد والرغبه ديالو باش كيخدم، يعني سواء خدمتي بهذا وهذا بجوجهم مزيانين. ولكن البريك عنده ايجابيات، يعني ايجابيات من الناحيه الاقتصاديه، المناطق اللي متوفر فيهم. يعني حتى الا بغيتي تقتصد كتمشي تشري هذاك البريك ديال الليد، يعني اللي كيكون عشوائي، ما كيكونش ديال الشركه، فكتوفر اكثر كاع في الثمن. والى هنا يعني كنتمنى يعني نفيدكم ولو بالقليل. سمحوا لنا على التقصير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.